آه، آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مقروء. واليوم سنتكلم عن مسرحية مصير صرصار للأديب المصري العظيم توفيق الحكيم عليه رحمة الله. أولا يجب أن نعرف أن أدب الحكيم يصنف على أنه أدب ذهني، وأن مسرحياته تصنف على أنها مسرحيات ذهنية، فتقوم مسرحها على مسرح العقل لا مسرح الأحداث والدراما والتراجيديا، وهذا ما نجده في أي مسرحية نقرأها له أو نسمعه. فعلى سبيل المثال قصة مصير صرصار أو مسرحية مصير صرصار هي مسرحية فلسفية ونقد توفيق الحكيم للشعب أو لبعض سمات الشعب المصري وازدواجية الوهم والقوة، كما تعبر برأيه عن رأي توفيق الحكيم ونقده للمرأة الفارغة والمتسلطة ببساطة المرأة العصرية. تتكلم قصتي مصير صرصار عن صرصار، ولكن ما هو هذا الصرصار؟ إنه الصرصار الملك. ومن هنا نعرف أن قصة تنقسم إلى شقين: شق صرصار يتكلم عن واقع الصراصير، والشق الآخر إنساني عن رؤيته لهذا الصرصار عندما يعلق في البانيو. الصرصار الأول إنه الحاكم. إنه في الحقيقة لا يحكم إلا نفسه، ووجوده وهم ولا وجود له حقيقي مؤثر، فهو في نظر شعبه غير معترف به. وستأتي نتكلم عن خصائص الشعب. إن المشاكل التي تواجه الملك هي نفسها المشاكل الموجودة منذ الأزل. ويجب هنا أن أقول شيء: مسرحية صرصار ترسم صورة نمطية عن واقع الشعب المصري وعن حقيقته وردة فعله وفهلوته. الوزير الوزير هو ثاني شخصية، لا وظيفة له أبدا غير الملك، فمن كان لا وظيفة له إلا الملك وغير مهم إلا للملك، فكيف يكون سلوك تجاه سيده غير العبادة والتبجيل؟ وثالث الشخصيات هو والعالم ولكن غير فالح. إنه عالم ويعرف معلومات، ولكنه دائما غير فالح في حل المشكلات، لأن المسألة أكبر من حل المشاكل، لأنها تكمن في الطبيعة وطبيعة هذا المجتمع الصرصاري. إن المشاكل تكمن في طباعه، لا سبيل إلا حلها قط. ورابع شخصية هي الكاهن، والكاهن لا وسيلة له للمساعدة أو التغيير غير تقديم القرابين للآلهة التي دائما ما تستجيب. الملكة هي الشخصية الخامسة والأخيرة، تأخذ نفس موقفها مثل الوزير، إلا أنها ذكية أكثر وترى أنها أحق بالملك الذي هو في حقيقته لا شيء. فالمجتمع الصرصاري كل يسعى لمصلحته الذاتية والرزق، ولا حاجة لملك لأنه لا وجود له، حتى أنه تصادف في أحد مشاهد القصة أن أتى صرصار من العامة وهو يغني وينشد في انبساط، فناداه الملك وطلب منه أمر، وقال له إنه يسعى دائما لحل المشاكل الاجتماعية الموجودة، فيقول له الصرصار: لا حاجة لنا لمن يساعدنا، نحن ندبر رزقنا بنفسنا. ببساطة الحكيم في رأيي يريد أن يقول: العزلة الجافة والذاتية الغرورة وعدم التجمع لشيء أبدا إلا الرزق والمصلحة من سمات هذا الشعب الذي هو المجتمع الصرصاري، الذي لا سبيل لتجميع الصراصير غير الطماطم والنهب منها. وهذا كله وبشاعة الأمر، إلا أن الصراصير يظنون نفسهم أحسن الخلق، وأنهم أفضل من النمل الذي هو في حقيقته المجتمع المثالي. وفلسفة الحكيم التي هي لا نجاة إلا أن يصير الكل واحد. فتأتي النمل بمجامع شتى في صفوف متساوية كألسنة المشط، وبنظام وعبقرية، لترفع جثة صرصار ميت وتذهب به إلى مخزن الصيف. فاستمع لحديث الناي مشيدا، فاستمع لحديث النمل ميشدا: هاكم الوليمة العظيمة نحملها جميعا إلى قرانها ومدننا. صرصار ضخم جليل زاد الشتاء الطويل، نملأ به المخازن. لن يعرف أحدنا الجوع لأن كلنا سواعد أعضاء جسم واحد. ليس فينا حزين وليس فينا وحيد، وليس فينا من يقول لا شأن لي بالآخرين.
إن مشكلة الصراصير الجوهرية هي في طبيعتهم الأنانية وعدم قدرتهم على التجمع أبدا مثل النمل، وتلك هي المشكلة التي تؤرق الصفوة الصراصيرية التي هي لا شيء، ومهما تفلسفت وذهبت للحلول وقامت بحل المسائل وتحليل الواقع فإنها في العادة لا تحل شيء ولا يتغير شيء. وهذه هي القصة الأولى التي تنتهي بانزلاق الصرصار الملك في البانيو. القصة الثانية عادل وسمية. كما قلنا في السابق الصرصار الملك وقع في البانيو الخاص في شقتهما، ويجب أن نعرف شيئا أن هذه القصة الثانية المشتركة في فهمي بقصة تحمل معنيان، أولهما نقد توفيق الحكيم للمرأة، ونقد لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة، تلك الرؤية التي نبتت في نظري في مكان غير ثقافتنا. وتوضح القصة الثانية وحشية المرأة الحديثة وعدم عدلها بالمرة، كما توضح أيضا ضعف الرجال وصوت الرجولة وضعف شخصيتهم أمام المرأة الجديدة المشوهة. وهذا يظهر في شخصية عادل وسمية، يقول لها: أريد أن أكشف لك عن حقيقتي. إن عادل يقول لسمية هذه الجملة الغريبة والتي أنا أظن أنني قد فهمتها بوجه من الوجوه، يقول لها: أريد أن أكشف لك عن حقيقتي، أتعرفين ما هي حقيقتي؟ إني أنا الدنيا. ويقصد الحكيم بهذا استغلال المرأة للرجل حتى وهي تعمل تحت مسمى أن الرجل هو المسؤول، رغم أنها تباشر حياتها بحرية متنازلة عن كل القيم غير قيمة المسؤولية المادية والقوامة المادية للرجل على المرأة. إي والله إنها لسخافة الشيطان المارق الذي يكشف عن حق في ناحية لكنه باطل في واقعه. عادل يدخل يوم في الحمام ويرى الصرصار يحاول جاهدا ساعيا بيد من حديد، ورغم علم الصرصار بأنه محصور ويأس إلا أنه يكافح. فعجب ذلك الدكتور جدا وتعجب منه، وتخيل نفسه مكان الصرصار فعجب به أكثر، وعجب من تلك القوة التي تسري في كيانه. وفي النهاية يموت الصرصار بعد عدة محاولات. ولكن عادل، وهذا شيء يحيرني، ولكن عادل لم يقرر أبدا مساعدته. لماذا؟ لأنه يرى أن ذلك ليس من اختصاصه، وهذا الشيء الغير مفهوم لي في المسرحية. كان بإمكان عادل مساعدته ولكنه لم يفعل، لا أدري لماذا. إن كان يدري الجواب والتفسير أحدا منكم فليكتب لي تعليقا موضحا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.